السلام عليكم، أخباركم لاباس؟ نتمنى إن شاء الله يا ربي تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم معايا في فيديو جديد. كما شاء الله غادي نحضر معكم هاد الأكلة العجيبة الغريبة الرائعة اللذيذة اللي مزيج بين الفول الخضر والجلبانة. راه كتجي يا سلام، كتحمق، انا بعدا كنحمق عليها. وهذه هي الوقيته ديال الفول والجلبانه، علاش ما نستغلوش هاد الوقيته هذه. وبالنسبه للجلبانه راه كما كتقولوا كما كتشوفوا صحيه، كما كتعرفوا كاملين صحيه وفي هذا الفصل هذه كتكون طريه، كتكون طريه. وعلاش ما نستغلوش الوقت ديالها وناكلوها؟ راه الفوائد ديالها كبيره بزاف. كما كتشوفوا معايا هاد الجلبانه راه طريه، ان شاء الله زولتها من الغرسه من البحيره ديالنا. وواحد الجلبانه يا سلام، واعره واعره كما كتشوفوا معايا في الفيديو، طريه. والمذاق ديالها فيه الحلاوه بحال فيها السكر، حلوه. وسبحان الله، راه كنت قبل ما توجد لي هاد الجلبانه ديالي اللي عندي في الغرسه، كنت كناخذها من السوق والو كانت قاصحه، والو ماشي بحال هذه واعره بزاف وطريه طريه. راه يلا زولتها من الغرسه ديريكت للطنجره، كتجي رائعه بزاف. ومع هاد الشتا اللي طاحت ما شاء الله راه عمارو، وكما كتشوفوا واعرين، باقي راه يزيدوا يغلاضوا اكثر من هيدا. المهم واعرين. وانا كنستغل في الحقيقه بحال هاد الحوايج هادو كنستغلهم في الوقيته ديالهم، بحال الفول، اي حاجه كنستغلها في الوقيته ديالها. كيعجبني ناكلها طريه حيت كيكونوا الفوائد ديالها عاليه بزاف. كما كتشوفوا نقشروا هاد الجلبانه، نقشروها كامله ونغسلوها. انا نحاول نسرع الفيديو باش ما يجيش الفيديو طويل. المهم حاولوا الناس اللي كياكلوا الجلبانه بزاف، هاد الاكله راه ما تحسوش بها نهائيا، سواء بالفول ولا بالجلبانه. راه كيجي واحد المزيج، واحد المذاق واعر بزاف، واحد المذاق مختلف، وكيجي بحال طبق مزيج بين الحلاوه والملوحه. حيت الجلبانه دابا كتكون حلوه، الجلبانه اللي كتكون طريه كيكون فيها واحد المذاق حلو. هانتوما بعد ما ساليت ديك تقشرت الجلبانه، شفتوا الجلبانه كيفاش عامله؟ واحد اللون خطير، واعره بزاف، واعره وحلوه، وكتعجبني ناكلها. حتى هايده خضراء ناكل منها بزاف. راه دابا كنقي وكناكل. صافي من بعد ما سالينا غنجيبو عاوتاني يباون. حنا زولت بعدا غير هادوك اللي كيكونوا زعما يكون طايبين مزيان، حيت ما بغيتش القشور، بغيت غير داك يباون غير داك النوا من داخل. حيت ما نحتاج كما قلت لكم القشور، غنحتاج غير الفول من داخل. غنحاول نقشرهم ونزرب الفيديو حتى هما طريين، باقي طريين، كلشي طري. حقيقة الناس اللي في الباديه وعندهم هايدا الغرسه ديالهم حدا الدار وهذا، راه واحد السعاده، واحد كيعيشوا واحد المعيشه والله العظيم الا نقيه وطبيعيه، وكياكلوا داكشي طبيعي. والناس اللي كيربيو الدجاج عندهم البحيره بحال هيدا كياكلوا كلشي طبيعي. بحال النعناع الربيع، الثومه ما كتكونش فيهم. حنا البحيره ديال الغرسه ديالنا ما كنديروش داك المواد ديال، المهم داك المبيدات الحشرات وداك الشيء، راه كلشي طبيعي بحال اللي كتشوفوا واعرين. انا غنحاول نزرب الفيديو، نقيهم كاملين، نغسلهم، ومن بعد كيتخلطوا مع الجلبانه ونشوفوا تتمه الفيديو. وحتى الفول راه عندهم فوائد كبيره بزاف، الفول الخضر. هانتوما بعد ما ساليت الفول ديالي شفتوا، وكنزول لهم حتى ديك الطريبيشه اللي كتكون في الفول، نقيها بيدي، ندوز عليها بيدي دغيا ونزولها. شفتوا الفول طري، فهمتي؟ باقي داك ما عملتش داك باش تعرفي الفول واش طري ولا لا. ما كيكونش عنده داك الرويس كحل، حيت مني بحال هذا الرويس هذا
كيكون كحل ملي كيكونوا طايبين بزاف صافي قربوا يبسوا كيكونوا شطريين، كيكون داك الراس بحال هيدا كيكون كحل بحال كتشوفوا هنايا باقي خضر، الراس ديالو باقي خضر يعني الفول باقي طري بزاف. صافي من بعد نغسل الجلبانه ديالي مزيان في الماء ونغسل كذلك الفول ديالي، نغسلهم. كاين الناس كيقولوا لهم الفول والناس كيقولوا لهم يباول، ومن بعد كنخلط ديك الجلبانه والفول، كندير البصله والثومه والربيع بحال اللي كتشوفوا، كدير واحد نص كاس كبير ديال الزيت الزيتون، ضروري زيت الزيتون صافي. وكندير الملحه على حسب الذوق، راه كل واحد عنده القياس ديالو في الملحه. صافي كنخليهم يتشحروا شويه بحال هيدا، نخلطهم ونرد عليهم الطنجره ونخليهم يتشحروا. بعد كنرجعو عندهم، بعد كنرجع كندير العطريه، كندير غير التحميره، شويه التحميره والخرقوم والحار صافي. هادشي اللي كندير في العطريه. صافي كنخليهم يتشحروا شويه ونمرقوا، كنخلطوا دوك العطريات داخل الفرن صافي. كنمرقوا بالماء، كنديروش الماء بزاف، كنسدوا عليها صافي كنخليوها طيب. يقوني راه بسيطه بالحق، المذاق ديالها فيها واحد المذاق خطير بزاف وكتجي واعره من اروع ما يكون. كما قلت لكم ما نديروش الماء بزاف، غير شويه وصافي، حيت ما كتشربش الماء اصلا. داك الفول طري وديك الجلبانه طريه كيطلقوا الماء ديالهم صافي. غير شويه، جوج كاس ونص هيداك ما كيجي الماء صافي. كنخلطو وكنخليوها طيب بلا مهل، نقصوا البوطه نخليوها طيب على خاطرها. كتجي زوينه بزاف. من بعد ما كتوجد راه كتجي واعره بحال اللي كتشوفوا هنايا، كتجي زوينه بزاف ودغيا كتوجد دغيا كطيب. راه داك الجلبانه طريه والفول طري دغيا، ما كديش الوقت بزاف، راه تقريبا نص ساعه. وإلا درتيها في كوكوط ما يحتاجش كاع ديريها في الكوكوط اصلا، دغيا كطيب راه 20 دقيقه تكون طايبه. كتجي بزاف وكنصحكم بها حيت صحيه 100% ومفيده للصحه ديالنا. وهذا هو الوقت ديباون ولاد الفول والجلبانه موجود في السوق وثمن مناسب، استغلوهم. راه كيجي واحد المزيج خطير بزاف، جربوها وردوا عليا الخبر. كنتمنى ان شاء الله تعجبكم. نتلاقاو في فيديو جديد، ما تنساوش تشجعوني بلي لايك. مع السلامه.